الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مواصلة للعمليات المرتبطة ببطولة القسم الوطني الأول بطولة إنوي وفي آخر مباراة يستوجب مؤتمر صحفي. لهذا يحضر معنا مدرب فريق الرجاء الرياضي البدوي أولا، ونلتمس منه إعطاء لنا تصريح تقني لهذه المباراة قبل أسئلة السادة الصحفيين. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. مقابلة كانت مفتوحة، كانت مقابلة ضد فريق قوي سورتو في الفترة الأخيرة في ديناميكية إيجابية بعد تريف. نهضة بركان عمل نتائج محترمة، 2 فيكتوار وماتش نول قبل ما يلعب معنا في الريبريز نتاع تريف. كنا عارفين اللي كانوا ينتظر فينا مقابلة صعيبة في الديوال، صعيبة لازم نكونوا جاهزين على مستوى الابليكاسيون تكتيك، على مستوى لي بالارتي، على مستوى لي ترانزيسيون. سانسيرمون الملاعبيه اليوم عملوا ان غرو ماتش، فوليوم كبير، وصلنا العديد من المرات للمناطق الدفاعيه نتاعهم، وكانت فيه وضعيات وفرص سانحه للتسجيل. سجلنا هدفين، وكانت سيطره ميدانيه كبيره بالنسبه للفريق نتاعنا. ما نساوش، لكن في نفس الوقت كانوا فما دي كونتر رابيد دو طون زاوت خلى الادفيرسير يطلع بطريقه سريعه. عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الوضعيات هذوكم. ان جرون انس زنيدي اليوم عمل ان جرون ماتش، الدفاع كيف وسط الميدان كيف والمهاجمين قاموا بالاضافه على مستوى تسجيل الاهداف. نشكر اللاعبين الكل على المردود الغزير هذا وعلى العطاء. عطاو نسخه نتاع ايماج ناس تقاطع في التيران، ناس مامنه اللي تجي لهنا باش نربح. جينا بفكره واحده، ما فماش فكره اخرى. سي رومبورتي 3 بوان. الحمد لله وصلنا للهدف نتاعنا. ومن طون زاد كيف الصوت العالي في الميدان كان صوت جماهير الرجاء كالعاده. طاقه كبيره يعطيوها للاعبين، اضافه كبيره خلونا حتى لاخر لحظه نتجراو 100%. نقول لهم برافو برافو. جمهور الرجاء هو اللاعب رقم 1 في الفريق، ويستحق اللي باش نفرحوا. نعم، شكرا للسيد مدرب الرجاء لهذه التصريح المؤتمر التقني المؤتمر طبقا للتقليد الذي دائما الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون صاحبه النقل هي التي لها الاسبقيه في طرح الاسئله. ويتفضل استاذ السيادي. سي رياض، مرحبا بك. اولا في جهه الشرط، مرحبا بك في البطوله الوطنيه. البطوله الوطنيه من خلال هذه المقابله لاحظنا واحد المجموعه ديال الاسماء ما كناش متعودين عليها في مختلف الانديه.